هو فضيلة يعني فطبعا يعني هناك بعض من ينتسب للعلم ويقول ان مثلا ان النقاب مش من الدين عشان انا مش منتقب، او النقاب مش مثلا ان هو عادة عشان انا بعمل، وكأن هي يعني نبية او مثلا كذا او كذا. ما احنا اتفقنا يا شيخنا ان اهل العلم الاكابر قالوا بفرضية النقاب او بفضيلة النقاب. الشيخ الشعراوي قال النقاب فضيلة وهذا له عند الناس مكانة وكل له عليه. الله الشيخ جاد الحق الله يرحمه، الله شيخ الازهر ما قالش النقاب حرام، ما قالش عنه حرام. فانا اقبل انك بخلاف بقى الائمه اقبل منك انك تقول لي النقاب فريضة كما قال الامام احمد وكما قال عشرات العلماء الاكابر، واقبل منك ان تقول انه فضيلة كما قال علماء نجلهم ونعلهم فوق رؤوسنا ومشايخنا. اقبل تقول لي فرض جميل فضل كويس، لكن ما اقبلش من حد ابدا يقول عنه حرام ويا شيخنا إذا خرج عن نطاق العلماء اصلا. يعني يقول النقاب حرام ده المفروض بقى يجيب عربية فشار ويقف بيها قدام الجامع ما يفتيش. نعم يا شيخنا طبعا في امر مهم، وانا اشتري منه وانفعه. اي حد يقول قول لابد ان ياتي عليه بدليل. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ولا تقفوا قل هل عندكم من علم فتخرجون منه. طبعا الشيخ اسلام لصنص اصول دين، يعني راجل من الازاهره، فقلت الشيخ ماجد عالم جليل من علماء الازهر، يا انتم مشايخنا ونتعلم منكم. مبلغ علم حضرتك في النقاب حرام؟ النقاب انا اميل الى القول بفرضيته. جميل. انا دي حاجه يعني اهل بيت الحمد لله منتقبه ما شاء الله، وانا ادعو الى النقاب. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اصدر الحكم، نعم، عودة الى السؤال، اصدر الحكم بلعن المتنمصة كان يخاطب نساء كلهن منتقبات. نعم. يعني آيات الحجاب نعم قال فيها بالنقاب ابن عباس وابن مسعود. ابن عباس في أحد قوليه وابن مسعود والإمام أحمد عشرات. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين بمفهوم المخالفة أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. الله يفتح عليك. نعم. فهو المشكلة مش في النصوص، المشكلة في الفهم المقلوب. نعم. سبحان الله العظيم. إذا نقول فريضة فضيلة كل الكلام ده يحترم، لكن لا يمكن أن نقبل من قال أنه حرام. نعم. لا، وما عندناش أظن حد من علمائنا بيقول إن النقاب حرام، ما عندناش الكلام ده حتى المخالفين، وإحنا عندنا أدب الخلاف وأدب الحوار. نعم. ما بنقعدش مع بعض زي الديوك نجعر ونصيح، عايزين نتعلم بأدب وتعلمنا كده أدب الحوار.